ازيكم؟ وحشتوني. حلقة جديدة من سيلفر توكس، والنهاردة هنتكلم عن المترو. ايوه، المترو وسيلة المواصلات المنجزة جدا جدا جدا، واللي بتختصر مسافات كتيرة قوي، والمشوار اللي ممكن يتاخد في ساعة وساعتين ممكن هو يخلصهولك في نص ساعة عادي، ومريحة جدا، بس زحمة قوي قوي قوي، وبالتحديد بتبقى محطة العتبة. النهاردة هنتكلم عن المترو ومحطاته وزحمته ومغامراته. بنبقى صاحيين الصبح مش شايفين قدامنا، اللي وراه امتحانات واللي وراه جامعة واللي وراه مدرسة واللي عنده شغل ومتأخر، والنماذج اللي احنا بنشوفها في المترو من الناس وكل المغامرات دي. النهاردة هنتكلم عن المترو ومغامراته ومحطاته وزحمته. فحلقة جديدة وسيلفر توكس، يلا بينا. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحبه غايب. المترو ده تحسه بسكوتاية، بس ممكن يعورك، ونستلزم الأمر هيعورك. محطة العتبة بالذات هي المحطة اللي لا بيبقى فيها عزيز ولا غالي، هو كله بيجري ليه وعايز يلحق ايه انت مش عارف، بس هو بيجري. هو سباق، احنا في سباق طالعين عايزين نجري على السلم ونجري، ويساعدك يا هناك لو انت اول واحد على السلم براح وفاضي قدامك، ولا كأنك ملك زمانك، انت صاحب السلم النهارده. كل ده ما يجيش حاجه جنب اللي بيحصل في العربيه نفسها بقى. هو انت اي حد عايز تقابله هتلاقيه هناك عادي. انا بشوف في العتبه دي كميه ناس شفتهم شويه كتير. تتقابلوا فين؟ تقابلوا في المترو، فيها كل البشر، كل الانواع اللي قابلتهم في كل حته. ده غير بقى ان انت دي المحطه اللي انت بتبان فيها انت ايه بقى، انت نوعك ايه، انت بتاع مصلحتك وهتزق الكل وتطلع وما يهمكش الناس اللي اتهرست جوه، ولا انت كائن طيوب بيخلي باله من باقي الكائنات اللي معاه في المترو، انت ونيتك. وطبعا ما نقدرش نتكلم عن العتبه من غير ما نتكلم عن سوق الجمعه اللي فتح فرع هناك، وكل بقى ما تشتهيه الانفس بيبقى هناك. مناديل تلاقي، ميك اب تلاقي، عيش تلاقي، هدوم برضو ما يضرش. بص انت تطلب وتمنى عادي وما تخليش في نفسك حاجه، هتلاقيه في العربيه، سواء بقى عربيه سيدات او عربيه رجاله، كله. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. البياعين في المترو اصلا طالعين مسابقه، اللي بيخرم ودن الركاب اسرع، بقى بيعلوا على بعض. تحس ان هو انت ده انا هتكلم، لا انا هعلي صوتي اكتر منك وعشان نخرم ودن الست اللي جنبنا، عادي جدا. بيبقوا 3 انواع بياعين. نوع البياع الطيوب اللي يطلع يعرض حاجته وينزل، اشتريت منه اوكي يبقى ده رزقه، ما اشتريتش منه خلاص سلام عليكم يا باشا وبينزل. في النوع التاني اللي يقعد يحدف عليك الحاجه وانت قاعد، لو ما خدتهاش منه ممكن يديك بيها على دماغك عادي جدا. ده بقى بيبقى نوع متوسط، مش طيب ولا شرير، اللي هو برضه بيستخدم معاك وسيله كده في النص. اما بقى النوع التالت هو النوع الاكستريم، اللي يا ويلك لو ما جبتش منه او ما دفعتلوش فلوس، هيدعي عليك على طول، مش هديك الفرصه تناقش ابدا اطلاقا، مش هتنفعني، طب اهو والله لا داعي عليك. وتبقى قاعد الصبح في المترو عامل زي الانسان الآلي، مش شايف قدامك وعايز تنام، وتلاقي حد في وشك فجأة بيحدف على رجلك كيس لبان، اللي هو هل انا بهيئتي دي هبقى محتاج لبان دلوقتي؟ حضرتك انا محتاجه انام. اما بالنسبه لعربيه السيدات فهنا بتتحطم كل الحواجز وكل الباوندريز اللي قعدنا نبني فيها سنين، واللي قعدنا نربي عليها اولادنا من هم قد كده. كل حاجه بتتهد. احنا هنا رافعين شعار احنا اسره مع بعضينا، ولا كاننا عارفين بعض بقالنا 60 سنه. كله بيعمل كل حاجه، كلنا واحنا ستات في بعض، فيلا بينا هنفوت في الحديد سوا. وبحجه ان احنا ستات زي بعض تلاقي الست اللي وراكي بتزقك، بتمشي بقوه الدفع. طب يا ست بالراحه، لا احنا ستات زي بعض يا حبيبتي يلا بينا. فلا مفيش بقى خالص، لو حته ان احنا مش باللمس في حاجه اسمها بوج، مش في ثقافه ولا كتالوج عربيه السيدات. نهرب بقى من عربيه السيدات ونروح لعربيه الرجاله. على قد ما بتبقى هي نفس الزحمه، لكن بنتفاجئ ان احنا مجرد ما بندخل عربيه الرجاله بنحس ان الدنيا ضلمت وان الدنيا بقت ازحم. ليه؟ ما تعرفش، هي نفس الزحمه، هم نفس الناس، بس لا عربيه الرجاله ازحم. ليه؟ ما تفهمش، وضلمه ومتكدسه اكتر بكتير من اللي بيحصل في السيدات. ليه؟ برضو انت مش عارف. وبتبقى الناس واقفين فوق بعض، مش جنب بعض، فوق بعض. بس بقى خلصت رحلتك جوه المترو، اطلع محطة العتبة، تلاقي سلالم كتير كتير كتير. التحويل فيها بياخد قرن اصلا، يعني انت خلصت مشوارك كله في ربع ساعة، انت هتقعد تحول نص ساعة. سلالم كتير وطويلة،
انت طالع فين، طالع تعمل ايه برضو، مش وكلهم بيجروا برضو زي ما كنا بنقول في الاول، بتجري برضو، بتجري على كل السلالم دي. والناس بقى مش تاخد السلم الكهرباء تخلص، لا بيجروا على السلم العادي، ولو السلم الكهرباء فاضي تقوم بيجروا على السلم الكهرباء برضو. اللي هو صحتك يا باشا، محتاجينك، اوفر صحتك، عندك السلم اللي بالكهرباء، ليه تجري على السلم الكهرباء؟ يعني ليه تجري على السلم العادي؟ طب ما بالراحه، محتاجينك فوق، صحتك محتاجاك فوق في انت رايح حته، فاكيد محتاج صحتك هناك. لكن لا مفيش بقى. طب انت بتجري ليه؟ مش عارفين. عايز ايه؟ مش عارفين. ايه اللي مستنيك فوق مستعجل له قوي كده؟ برضو مش عارفين. احنا بنجري وخلاص. لو انتوا في ايه مستنيينكوا فوق، بتجروا ليه، عايزين تلحقوا ايه، مش عارفين. وبس يعني. وبكل واحد بقى بيطلع يشوف مصالحه وعايز ايه، وطالع يعمل ايه، ويطلع من المحطة ويوصل بالسلامة للحتة اللي هو عاوزها. وبس كده، بعد ما يكون اتهرس هناك تحت في العربيات وفي وسط الناس وفي وسط الستات والرجالة والأطفال والشباب، وبتبقى كل الطبقات موجودة، بكل الناس بكل الأشكال، كل الجنسيات برضو ما يضرش، كله انت عايز اي حاجه هتلاقيها في محطه العتبه، في المترو عموما، مش العتبه لوحدها. بس كده يا جماعه، ودي كانت حلقتنا النهارده من سيلفر توكس. اتمنى اكون يعني خففت عليكم اي حاجه، وتعرفتوا معانا على محطه المترو ومحطات المترو عموما ومحطه العتبه. وشكرا، واشوفكم في حلقه جايه من سيلفر توكس. كنت معاكم لجين اشرف.